تعالوا النهاردة بقى لما اعرفكم على احلى واجمل شوية مش هتعملوهم في البيت بمنتهى السهولة. فاتح للشهية جدا، حلو جدا، كمان مغذي، والملح بتاعه معتدل. تقدر الناس الكبيرة في السن تقدر تاكل منه، اي حد يقدر ياكل منه. الملح بتاعه مش عالي ابدا. طبعا كله لبن رايب وكله حاجات مغذية، مفهوش اي حاجة مضرة. حلو جدا وطعم جدا جنب اي اكل. حطوه بقى جنب بطاطس محمرة، جنب بيض مقلي، جنب اي انواع من الاكل بيفتح النفس، جنب الطعمية، جنب اي حاجة هيبقى معاكوا شغال وزي الفل. حاجة كده تحفة. المش ده فعلا فعلا في البيت خير وكنز، وحلو جدا. بيملى التلاجة ويحسسك بالعمر. لو دخل عليكي اي ضيف هتحطي الاكل وهتحطي جنبه طبق من المش الحلو ده. بجد المش ده هيتاكل قبل الاكل نفسه. بصوا الحلاوه، شايفين حلو ازاي؟ صلوا على النبي كتير. وقبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول انا بجيب الفلفل اللي هو القرون الطويله ده، اللي هو الاخضر المصفر. ما تجيبوش اللي هو اخضر خالص ده، لا، هاتوا الاخضر المصفر. الموسم بتاعه دلوقتي ومالي السوق. تقريبا الكيلو وربع ب10 او الكيلو ب10، مش عارفه. فده دول حوالي كيلو ونص من الفلفل او 2 كيلو الا ربع. والكمية الفلفل دي براحتكم بقى، تقدروا تحطوا فلفل، تحطوا خيار، تحطوا اي حاجة، بس اتبعوا الخطوات اللي انا هقول لكم عليها دي. في الاول هجيب ميه سخنه بتغلي، وهنزل فيها الفلفل من غير ولا ملح ولا خل ولا اي حاجه. هديله بس دقيقه واحده على النار، دقيقه واحده. يعني هحط الفلفل دقيقه واحده في الميه اللي بتغلي. صلوا على النبي كتير عليه الصلاه والسلام. ما تكونش بتفور، يعني تكون سخنه بس ما تكونش بتفور. فاهمين يا خالته هند؟ يعني ميه سخنه جدا. هحط فيها الفلفل دقيقه واحده، وبعدين هاخده اصفيه بالمصفى. شايفين هو لونه اتغير بعد دقيقه واحده بس لما اتحط في الميه. هصفيه كويس من الميه وهركنه على جنب بقى لحد ما اشتغل في الخميره بقى بتاعه المش. بصوا، طلع من الميه، والحركه دي بقى بتخليه يعني يتخلل معاكي بسرعه. وطبعا احنا في الحر فهو هيتخلل بسرعه. وهقولك دلوقتي برضو ايه اللي هيخليه المش ياخد معاكي 3 ايام بس، مش اسبوع ولا اي حاجه. بعد ما طلعته من الميه هصفيه كويس واجي لمرحله الحلبه. الحلبة يا حبايبي، كان امهاتنا بقى كانوا بيجيبوها يغسلوها وينشفوها، وبعدين ياخدوها يحمصوها على النار، وبعدين يطحنوها في المطحنة ويخمروها 3 ايام، وكل يوم يغيروا المية. قصة طويلة. ده ليه؟ لانهم ما كانوش بيشيلوا المش في التلاجة. فاحنا عشان هنعمل شوية على قدنا، فمش هنشيله يعني مش هنشيله بره، هنشيله في التلاجة عادي. فهنختصر كل التعب ده، وهنجيب حلبة نسلقها عادي خالص كأننا هنعملها مشروب. وهنشيل المية بتاعتها، هنصفيها ونغسل الحلبة كذا مرة، وهننقعها مثلا ساعة ولا حاجة ونستخدمها عادي. خلاص خلاص يا خالته هند. ده لبن رايب انا سبته. جبت 2 كيلو لبن، حطيتهم بره التلاجة. واول ما راب كده، يعني حطيتهم بره التلاجة مثلا من الصبح للعصر كده، لقيته راب، رحت ماسكاه ضرباه في الخلاط بقشطته بحاله زي ما هو ماشي. اللي انا هستخدمه ده كمان، ده اسمه شرش الجبنه. ده بتجيبوه من اي سوبر ماركت او من اي محل انتوا بتتعاملوا معاه بقاله يعني. بتقولوا له عايزين شويه من الشرش بتاع الجبنه البراميلي او الجبنه القديمه. خلاص هبديهولكوا كده ببلاش، او لو انتوا هتشتروه بقى براحتكم، بس هو تمنه مش غالي، واصلا كل المحلات بتديه ببلاش كده، يعني ما بياخدوش فلوس. هجيب العلبه اللي هشتغل فيها، هنزل فيها معلقه كبيره من الشطه. معلقه كبيره من الشطه عشان تحفظ المش كده وتخلي طعمه حلو. بالرغم ان الفلفل اصلا حراق، بس لازم معلقه الشطه دي عشان تدي لون حلو للمش. هنزل عليها بقى ال2 كيلو لبن رايب. دول 2 كيلو الا ربع، انا كنت خدت منهم شويه. خلاص خلاص يا خالته هند. ونزلت عليهم كمان لتر من الشرش بتاع الجبنه البراميلي اللي انا جايباه من السوبر ماركت او من محل البقاله. قولي له عايزه شويه مش براميل بتاع ده، شرش بتاع الجبنه البراميلي. خلاص خلاص يا خالته هند. هقلب بقى اللبن الرايب والشطه والشرش بتاع الجبنه. طبعا الشرش ده فيه ملح، احنا ما استخدمناش اي ملح خالص. الشرش ده فيه ملح، مش هنحتاج اي ملح تاني من بره. وكل لما تحسي تدوقي بلسانك كده تحسي ان الملح يعني مش مظبوط، زودي شرش تاني. خلاص. هنزل بقى بالحلبة اللي احنا قلنا اللي احنا سلقناها عادي بالطريقة العادية كأننا هنعملها مشروب، ومسكناها شطفناها كام شطفة كده، ونقعناها في شوية مية ساعة كده ولا حاجة.
بتصفيها كويس من المية وبتحطيها على اللبن الرايب والشرش والشطة اللي احنا قلبناهم مع بعض. بنزل بقى بالفلفل، لو عايزين تحطوا خيار ممكن تحطوا الخيار برضو تقطعوه وتحطوه في مية سخنة برضو، وبعدين ترجعوا تحطوه فين؟ في المش. خلاص. خلاص يا خالته هند. هقفل انا بقى عليه العلبة بعد ما حطيته كده. طبعا كمية الفلفل وكمية الحاجات اللي هتحط جوه دي انا لسه برضو هضيف جزر مبشور، وطبعا عايزين تحطوا خيار، عايزين براحتكم اللي يريحكم حطوه في المش. الفلفل والخيار والليمون ده براحتكم، بس انا منصحش بالليمون قوي، يعني هو الفلفل والخيار احسن حاجة. ما تحطوش ليمون لان الليمون هيغير الطعم مع اللبن شوية، يعني مش هيبقى طعمه مستحب قوي. ممكن تحطوا الليمون مخلل جاهز، يعني الليمون تكونوا مخللينه بره خالص بعيد عن المش، وبعد ما يتخلل ويبقى كويس روحوا حاطينه فين؟ حاطين شوية مش كتير. هقفل بقى العلبة كويس وهاخدها احطها على سور البلكونة او في الشمس، يعني يوم، يعني تفضل مثلا من الصبح لحد الشمس ايه ما تروح من عليها، وادخلها وارجع تاني يوم اطلعها برضو في الشمس، يبقى تاخد الشمس على يومين. طبعا تاني يوم قبل ما احطها في الشمس بشرت لها ايه حوالي كيلو من الجزر، بشرت لها كيلو من الجزر، بشرته كده على المبشره وحطيته فيها، وحطيت عليها كمان كيلو لبن من الكيس على طول. ولازم اللبن يا حبايبي يبقى لبن جاموسي فلاحي او لبن من عند اللبان، ما ينفعش اللبن اللي هو المعلب ده. خلاص. خلاص يا خالته هندي. يبقى انا حطيت لها تاني يوم ايه قبل ما احطها في الشمس؟ حطيت لها كيلو جزر مبشور، حابين تحطوا خيار براحتكم اللي يريحكم. حطيت لها كمان كيلو من اللبن من الكيس على طول مش مغلي ولا حاجه. وحطيت لها كمان كان عندي بواقي جبنه قريش كده، ارمي فيها بقى بواقي الجبنه، بواقي علبه زبادي باقيه من ولادك، حته جبنه محدش كلها ونشفت ارميها فيها، عايز ترمي فيها جبنه رومي ارمي فيها اللي ترميه. وبعدين سبتها في الشمس تاني يوم، وتالت يوم بقى حطيته في التلاجة علشان يهدى مع نفسه كده ويتقل. وتالت ده قدامكم كده بعد تالت يوم، يعني تاكلوه في 3 ايام بألف هنا وشفا.